موقع فضيلة الشيخ خالد الراشد يقدم. الله أكبر. فتحت لي قصور اليمن. الله أكبر. أريد قصور الشام البيضاء. الله أكبر. فتحت لي قصور العراق وما فيها. قد آن زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا تمحو ظلمة ليل هانا. أبشروا فلقد اقترب النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنه الثقة بنصر الله جل في علاه. لا طائرات ولا دبابات بل حتى حاصروا المستشفيات. قال استعدينا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يبقى إلا الارتباط برب الأرض والسماء مسبب الأسباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يدعون أنهم يريدوا أن يحرروا الشعوب، فلماذا يقتل الشيوخ؟ لماذا يقتل الأطفال؟ لماذا تهاجم المساجد؟ ما ذنب الأبرياء؟ ينصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا. لن ننسى فعلكم الدامي لن ننسى أصغر قتلانا. وها هي الفلوجة اليوم جياع لا يجدون ما يأكلون، عفاة لا يجدون ما يلبسون، محاصرون من كل الجهات. لمثل هذه الظروف تخرج عزة المؤمنين. والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. آمر بقلب خفاق وسرايا تنشر إيمانا ليعود إلى الحق صدوق ويذوق الذلة أعدانا ويذوق الذلة أعدانا. ها هي البطولات. لقد أسقطوا الطائرات ودمروا الدبابات وأسروا أحفاد القردة والخنازير والصليبيين. قتلوا في جيش الصليب، قتلوا قائد القوات. فإلى النار إلى النار. سيدحرك رجال لتعود إلى الطهر ربانا. أبطال الفلوجة. لن أنتني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولسوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود. أبطال الفلوجة. أبطالنا بجهادهم ومضائهم قصموا الجبال وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلغ العنان. الأبطال. لا تهنوا لا تحزنوا أنتم الأعلون. اللهم اقلب عليهم أرض الفلوجة نارا وسماءها شهبا وإعصارا. اللهم سلط عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء. ليغرد بلبل الشاد فهلاكك آن لقد آن ليغرد بلبل الشاد فهلاكك آن لقد آن فهلاكك آن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زالت الفلوجة المدينة الصغيرة تقاوم أقوى دولة بصورة أسطورية عظيمة رغم الأكاذيب الإعلامية الأمريكية. لا زالت الفلوجة تقاوم رغم أشنع الكوارث والجرائم الإنسانية
وسط صمت العالم المخزي. ألا تحمل إلى الأنبار أبياتي، ألا تحمل إلى الأنبار أبياتي، وحيي بها من الفلوجة الآتي. أتيتكم حديثا أم به عجب من الإله تنزلت السماوات. ورمحكم سلاح أم هو الصعق يزلزل جيش المجرم الآتي. عباد الله، من بين آلاف الصور للإبادة الجماعية في الفلوجة والعراق، سمح الجيش الأمريكي بنشر تلك الصور التي تصور ذلك الجندي الصليبي وهو يقتل المسلم في المسجد. سمحوا بذلك ليقولوا لنا إنها حرب صليبية ولكنكم لا تفهمون. سمحوا بنشر تلك الصور ليقولوا لنا بكل شجاعة ووقاحة إنها حرب صليبية ولكنكم لا تفهمون. قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله إننا لفي حيرة مع بني جلدتنا، أنصدقهم أم نصدق كلام الله؟ أنصدقهم وهم يقولون لنا هؤلاء دعاة للحرية والسلام وهدفهم نشر العدل والاحترام لحقوق الإنسان. أي إنسان يقصدون؟ هل رأيتم صورة ذلك الشيخ الكبير الأعزل من السلاح وهو متكئ على حائط المسجد يقتل الدم من أنفه وقد فارق الحياة؟ هل رأيتم صور الأطفال تحت الأنقاض وتحت الدبابات؟ أرأيتم صور النساء وهن جرحى وتأكلاء وينادين وإسلاما؟ دماء الشم بالأنبار تجري، يئن لها قلبي أنينا، فإني ولا مجيب لها يلبي ولا حر بأرض الخائنين. عذارى تستباح إلى المنايا فيذبحها اليهود المعتدين، وقتل يستغيث فلا قنود ترث ولا تحن له حنينا. وشيخ قد علاه من الخطوب نجوم أين قوم الأولين؟ فأين الدين يا أتباع قومي؟ أما فيكم رجال صادقين؟ ألسنا إخوة في دين طه؟ ألسنا المسلمين المؤمنين؟ أما لمحمد فيكم دمام تآثرتم ولاء المشركين؟ ألا غوث وقد ندر الصليب بأرضكم ونزول الحاقدين؟ أليست هذه بغداد تحكي حكاية مجدكم مجد القرون؟ صروحكم هنا تاريخ عز تعيش به العلوج المفسدين. عباد الله، لقد أيقظت الفلوجة الأمة وأشعلت فيها روح التحدي، وضربت مثلا للصبر والاستبسال مهما كانت قوة العدو. والأهم أنها كشفت حقيقة الشعارات الزائفة عن الحرية وحقوق الإنسان، وكشفت وفضحت المنافقين والخونة والعملاء. لقد علمتنا الفلوجة دروسا وأظهرت لنا حقائقا وعبرا، منها أن الأمة لا زالت بخير ولا زالت كالجسد الواحد، مهما حاولوا تفريقها بتقسيمها إلى ممالك ودويلات وإقامة الحدود بين شعوبها. فها هي شعوب العالم الإسلامي تنادي بالفلوجة وتردد اسمها وتقنط لها مساجدها ويدعو لها شيبها وشبابها ونساؤها وأطفالها. ها هي الأمة تردد: فلوجة يا درة الأحرار صبرا، فلوجة يا درة الأحرار صبرا، سيسحق صبرك النذل اللعين. رجالك لن يقوم لهم جبال، رجال الحرب طاحنة ذبونا،
إذا لاحت لهم سود المنايا تلقوها أسودا ناطحين، وإن نهضوا فصوتهم يدوي فتحسب أن صوتهم المنون، وإن قاموا إلى الأعداء ولوا علوج صائحين مولولين. قال ربنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المسلمين في توادهم وترابطهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا تحزني يا قلوجة، فلا تحزني يا قلوجة، فقلوبنا تبكي دما، وإن أصوات الرجال وبكاء الأطفال واستغاثات النساء قد وصلت إلى مسامع الرجال والأبطال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن الدروس والعبر التي علمتنا إياها فلوجة العز أن الصليب قد تورط ورطة كبيرة، أن الصليب قد تورط ورطة كبيرة ومعقدة جدا. ظنوا أن الخروج مثل الدخول، ظنوا أن الخروج مثل الدخول. لقد أدخل المجاهدون بأبي هو وأمي، لقد أدخل المجاهدون الصليب في نفق لا عودة، وأن قبورهم قد فترت لهم، بل ستترك جثثهم لتأكلها الكلاب. ظنوا أنهم إن دمروا الفلوجة دانت لهم العراق. يا لهم من أغبياء، يا لهم من أغبياء حين ظنوا أن الفلوجة كالنجف وكربلاء. يا لهم من أغبياء حين ظنوا أن الفلوجة كالنجف وكربلاء. لقد انطلقت المقاومة من بعقوبة والرمادي والموصل وبيجي وكركوك وبغداد وسائر الأنحاء أقوى مما كانت عليه من قبل. ولئن اجتاح عباد الصليب، ولئن احتاج عباد الصليب حتى 20,000 من أعتى جنودهم لاقتحام مدينة فارغة، فكم سيحتاجون من أسباب الباطل وجنود العفر واللواط كي يقفوا في وجه هذه الأمة، إذا ما قرر النائم منهم أن يستيقظ، والغافل منهم أن ينتبه، والعاصي منهم أن يتوب. ولقد شهد شاهد منهم أنهم ما كانوا يظنون أنهم سيواجهون بمثل تلك القوة والشراسة، والحق ما شهدت به الأعداء. اسمع معي هذا الخبر والذي نشرته مجلة نيويورك تايمز في عددها الأخير بعنوان: واحد من أصعب دروس المعركة. 150 من المارينز من جنود البحرية في مواجهة قناص واحد. يقول الخبر: في يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا قامت الطائرات مرتين بقصف ذلك المبنى الصغير المكون من 3 طوابق الواقع على الطريق السريع بطلب من جنود المارين. فألقت الطائرات قنبلتين جنة واحدة 500 رطل مع إطلاق المدفعية حوالي 35 قذيفة، كما قامت الدبابات بإطلاق 10 قذائف، بالإضافة إلى 30,000 طلقة من رشاشاتهم بواسطة جنودهم، حتى لن يبقى من المبنى سوى حطام ودخان. ومع ذلك بقي القناص يطلق عليهم النار، بل أوقع فيهم مقتلة، وعددا من الجنود قد سقطوا تحت رشاشه. قناص واحد أبقى كتيبة كاملة دون حراك وليوم كامل. يقول قائد تلك الكتيبة: كل ما في الأمر أن يجلس أحدهم يأكل طعامه، بينما نحن نحاول بجنون أن نجد مكانه. يجلس أحدهم في مكانه يأكل طعامه، يتربص بنا برصاصاته ويجن جنوننا حتى نعرف من أين تأتي تلك الطلقات. نسى هذا القائد الجاهل أن الأرض تقاتل مع أهلها، نسى هذا الصليبي الجاهل أن الأرض تقاتل مع أهلها. ثم استعانوا بالطائرات لقصف المبنى